1960 بيتولد واحد من اشهر مصممين الازياء في اخر 50 سنه، وهو جون جاليانو. لاب ايطالي كان عامل بسيط جدا وام اسبانيه. العيله كلها اتنقلت لانجلترا وهو عنده 6 سنين. وسنة 1984 وهو عنده بس 24 سنة اتخرج من سنترال سانت مارتن اللي كانت في الوقت ده من أشهر كليات الدراسة للفن، وكان الأول مع مرتبة الشرف كمان. واللي ساعتها عمل مشروع التخرج عبارة عن تصميمات مستوحاة من الثورة الفرنسية. التصميمات دي بقى خدت إعجاب كبير جدا لدرجة إن هي خلصت واتعاد تصنيعها وبيعها في لندن بعد كده، واللي كان في الوقت ده بينبأ عن مولد نجم كبير من نجوم تصميم الأزياء في العالم كله. خلي بالك أنت هنا عندك بداية قوية جدا من يوم التخرج. وبعد كده على طول ابتدى إن هو يعمل علامة تجارية خاصة بيه مع أماندا هارليتش مصممة الأزياء في مجلة هيربرز والكوين في الوقت ده. وفي الوقت ده اتحمس له كذا بيزنس مان ان هم يكونوا بيدعموه ماديا زي بيتر بيرترسون ويوهان براون، الا ان كل الاتفاقات دي ما كملتش. سبب ان في الوقت ده كان عنده موهبه جباره بس ما كانش فاهم السوق خالص، فكان بيصمم قطع جماليه جدا لكن بتكلفه عاليه جدا وكانت غير عمليه في الاستعمال العادي. حاجات حلوه جدا نحطها في المتحف لكن ما نعرفش نستخدمها تاني. وده خلاه عايش وقت صعب جدا في لندن، كان مفلس تماما لدرجه ان هو ما كانش عنده مكان ان هو يبات فيه غير عند كنب اصحابه. نقدر نقول هنا ان الثقه الكبيره اللي اتكونت عنده بسبب ان هو اتسقف له بدري خلاه واثق قوي في موهبته ومقتنع انه اي حاجه هيعملها هتكسر الدنيا من غير اي خطه بقى ولا دراسه للسوق ولا الكلام الكبير ده. انت بس هتحط ايدك في الحاجه هتكسر الدنيا. من الوقت ده بقى قرر ان هو يتحرك لباريس من بدايه التسعينات، واللي كانت عاصمه الموضه في الوقت ده ومكان مناسب جدا للمصممين الجدد. وهناك ظهر دعم كبير قوي ليه من ناس تقال قوي في عالم الموضه زي انا وينتر رئيس تحرير فوج. وسنه 1995 حصل على فرصه تاريخيه، تم تعيينه كاول مصمم غير فرنسي يتولى الاشراف الابداعي لدار دافنشي، اللي هو بقى هو خلاص كده هو دخل عالم الازياء الراقيه وتربى هناك. وفي 1996 تم ترقيته وتعيينه كمصمم رئيسي لدار ديور، يعني نقدر نقول كده ان هو كان ماشي بسرعه الصاروخ ونطات ورا بعض. وهناك بقى قدم عروض مذهله وبقى جاليانو نجم عالمي، واعماله ابتدت تنتشر جدا وكانت حديث الصحافه في الوقت ده. وفي الوقت ده خلى المبيعات كلها توصل للسما. وفي 2007 حصل حادث مأساوي جدا أثر في جون وهو وفاة صديقه ستيفن روبنسون، واللي اتقال ساعتها ان هو كان اتوفى بسبب أزمة قلبية، لكن بعد كده الناس اكتشفت ان هو كان بسبب جرعة مخدرات زيادة. ووفاة ستيفن أثرت على جاليانو بشكل كبير جدا، لأن نقدر نقول ان هو كان دراعه اليمين وكان بينسق له كل الحفلات والايفنتس بتاعته. ومع الشهرة والضغط اللي حصل لجون من وفاة ستيفن بدأ جون ان هو يعاني من إدمان ومشاكل نفسية كبيرة. وفي 2011 حصل مشكله كبيره قوي ان هو تم تسريب فيديو ليه وهو في حاله سكر تماما وبيتلفظ فيه بعبارات عنصريه جدا في الوقت ده، وده خلاه ينفصل من ديور وسمعته اتدمرت تماما في وقت قليل قوي. الناس اللي كانت عماله تتغنى بعبقريته سكتت خالص، والموضه اللي كان جاليانو نجمها الاول قفلت الباب في وشه. اللي نقدر نقوله ان الضغط اللي حصل له واللي حصل عليه بسبب الشهره الكبيره اللي حصلت له في وقت قليل والتوقعات العاليه جدا اللي كانت محطوطه عليه، كمان موت صاحبه ودراعه اليمين خلاه غير متزن سواء عاطفيا او نفسيا. اللي مر بيه جاليانو في بدايه حياته من غلطات وتخبطات كبيره، اغلبنا بنمر بوقت شبه ده عادي بس في بدايه حياتنا، لكن ده لما حصل ولانه كان في قمه مجده كان ثمنه غالي قوي. تقريبا كده رجعوا نقطه الصفر من الاول. ما هو خلي بالك غلطه الشاطر ب1000، لكن الحكايه بقى الكويس فيها ان هي ما انتهتش هنا. بعد سنتين من الصمت الكامل واللي اعتقد بنسبه كبيره ان هو يراجع غلطاته وسقطاته بشكل فيه موضوعيه وهدوء واتزان اكتر، ظهر جاليانو فجاه كده في نيويورك مش كمصمم خارق زي الاول، ظهر فيها جاليانو كضيف فني متدرب في استوديو اوسكار دالارنتي. تخيل ان الراجل اللي كان بيدير اضخم دار الازياء رجع يشتغل من نقطه الصفر او كاكتر شويه من نقطه الصفر، كانه بيبدا من جديد. هو فعلا كان بيبدا. وسنه 2014 حصلت المفاجاه لما دار ميزون مارجيل اختارته ان هو يكون المدير الابداعي للدار. الناس ساعتها استغربت والبعض منهم اعترض، لكن جاليانو هنا رد بتصميمات خطيره مجموعه ورا مجموعه بتقول ان هو راجع بكامباك قوي ونسي كل اللي حصل. وبالفعل بقى قدر يرجع بقوه كبيره جدا وقاد مارجيلا ل10 سنين من التجديد وبتقر ستايل مختلف تماما عن اللي كان اتعرف بيه في نيويورك. ورغم انه في 2024 اعلن ان هو خرج خالص من الدار، لكن خروجه المره دي بقى كان بارادته ومحترم وهادي. قصه جون جاليانو واحده من القصص المشهوره جدا لناس بنشوفهم كتير قوي، بتطلع بسرعه الصاروخ تنزل برضه بسرعه الصاروخ. انت حتى لو بصيت حواليك ممكن تلاقي الناس حصل لها ده مش مشاهير ولا حاجه، ممكن نقول ان في فلتات لناس طلعت بسرعه بس كملت. ونقدر نقول هنا ان غالبا بيكون عندهم نضوج بشكل استثنائي في الحياه عامه، او ان هم كانوا محظوظين بحد متبنيهم فعارف هنا ان هو يكون بيستغل موهبتهم ويطلع احسن حاجه منهم، لكن كمان عارف يخطط ويدير كل حاجه تاني. لكن الطبيعي بقى اللي احنا معظمنا بيمر بيه ان هو بيمشي بيبي ستيبس، خطوات عاديه، ويفضل يقع ويقوم لغايه ما يوصل اللي هو عايزه من غير بقى ولا بوم ولا حاجات كبيره. وعايزه اقول لك بقى انك محظوظ جدا لو انت بتتعلم في الدره والناس مش عينيها عليك، لان النجاح البطيء التدريجي بيبني شخصيه عارف تواجه بيها تحديات الحياه، وواثقه ان هي لو كل اللي عملته ده ضاع في لحظه هتعرف تبنيه تاني من اول وجديد. كمان النجاح البطيء بيحميك من توقعات الناس الكبيره اللي ممكن يضغطوا بيها عليك ويدمروك، فخليك واثق ان الخطوات البسيطه الهاديه اضمن وامن عليك 100 مره من انك تهوب وفجاه على الارض.
في الاخر خليك فاكر ان انا بتمنى لك الافضل دايما. انا مريم عزت ودائم في البساطه. ما تنساش اللايك والسبسكرايب.